السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في فضفضة جديدة. الفيديو ده هيكون مختص بفئة معينة من الناس، مش كل الناس يفهموا وجهة نظري او يفهموا الكلام اللي انا هقوله في الحلقة ديت بالذات. الفيديو ده هيكون مخصص للناس اللي حاسة ان اهلهم هم سبب تعاستهم، سبب لمشاكل كتير في حياتهم. فالنهاردة هحاول انقل التجربة، لاني في فترة ما كنت حاسس نفس الشعور. لو حد مش حاسس بالاحساس ده فياريت ما يشوفش الفيديو، او لو عايز ممكن يستفاد من الفيديو فقشطة عادي ممكن يتفرج عليه. يعني في اوقات معينة كده الواحد بيحس ان هو لو بعيد عن اهلي ما كانش في مشاكل حصلت، اهلي دولت عندهم عادات وتقاليد هم بيعملوها ووارثينها، ليه يجبرون عليها؟ حاسين ان اهلهم بيضغطوا عليهم في اوقات معينه، يقولوا لهم اعملوا الشيء الفلاني، مش بيحسوا بمشاعرهم ولا هم تعبانين ليه. هل هم ممكن اولادنا يعني مثلا يكونوا بيعانوا من مشكله ما؟ في احاسيس كده بتنتابه الواحد في اوقات معينه، بيحس ان هو لا ده اهلي مش حاسين بيا واهلي مشاكل كتير. النهارده ممكن نقدر نفصل المشكله او نشرح المشكله واديكم وجهه نظري او حل للموضوع، واللي انا شايفه لغايه دلوقتي ان هو اصح حل موجود في الكون. الحاجات اللي انا بقولها ديت كذا حد حصل معاه الحوار ده، وانا برضه حصل معايا الحوار ده. احنا حقيقي احنا ضحايا عادات وتقاليد بتاعت اهلنا وعادات والتقاليد بتاع المجتمع اللي احنا فيه للاسف. حتى موجوده في الريف التاني ما بقاش زي الاول بالجو بتاع البركه بتاعت زمان. بس خليني اقول لك في البدايه برضو ان كل مكان وليه مميزات وليه عيوبه. اي نعم في جهل في الريف وفي جهل بالمشاعر وفي جهل من نواحي كتير، ودي مش ذنب. يعني ممكن تبصرها من وجهه نظر ان هو غصب عنهم، لان يمكن ما كانش متاح عندهم التعليم، او يمكن ان هم ظروفهم الماديه ما كانتش مساعداهم ان هم يتعلموا، او اهلهم هم ضحايا برضو اهلهم زي ما احنا ضحايا اهلنا. ممكن تبصرها من وجهه النظر ديت، وديت هتريحك شويه لحد ما. موضوع الجهل ده هتلاقيه منتشر كتير وموجود بشكل كبير في الارياف، ولكن في نفس الوقت هتلاقي ميزه كويسه جدا، وهي ان الاهل برضو مهما كان القعده في وسطهم ديت حاجه لا تقدر بثمن. يعني انك انت تلاقي اهل تقعد معاهم، تاكل معاهم، تقدروا تتفرجوا على حاجه، تستمتعوا مع بعضكم، ديت حاجه برضو ميزه للارياف او ميزه للاهل، فما تقدرش تبعد عنهم. على العكس بقى، على النقيض النقطه بتاعه المدينه. تعال روح المدينه مثلا، تقعد بعيد عن اهلك، حاسس انك انت ان الناس كلها قاعده مع اهلها وفرحانه وسعيده ومسروره، وانت لما بترجع مثلا ما بتلقاش حد تقعد معاه. الارياف برضو لو حصل مشكله ما بتلاقي العالم كله بيتلم حواليك ويجي يساعدك ويساندك ويسبورت ليك. ولكن في المدينه انت ليك شقه معينه في دور معين، لو الدنيا اتحرقت ممكن الناس ما تاخدش بالها، لان كل واحد في مشاغله والدنيا بتلهي الناس ومفيش حد فاضل حد. فدي عيب مع كم العلم اللي عند الناس اللي في المدينة. عندهم تعليم بروفيشنال وتعليم على المستوى الأكاديمي جامد جدا، بيدرسوا في جامعات عالية جدا. ممكن واحد يسافر ابنه مثلا عشان يتعلم، وده مش موجود بنسبة كبيرة في الجو الريفي. فكل مكان وليه مميزاته وليه عيوبه. ولكن ممن لو جيت حسيت بالشعور ده في يوم من الأيام إن فعلا هم فعلا السبب في المشاكل ديت، عمرها ما كان حل انك انت تخرج من الريف وتروح للمدينه، لان المدينه هتفتقد الاهل. والدتك او والدك ممكن يكونوا في وقت ما مش راضيين عنك لانك انت سبتهم، ضحيت بيهم، وده لاجل انك انت تحافظ على ان مستواك الانتاجي يعلى، انك انت تعلى بالوضع بتاعك المادي او الانتاجي او الزوجي، الحياه الزوجيه مثلا، ان انا عايز اتجوز مثلا عشان اجنب اولادي البيئه اللي انا قاعد فيها ديت. وليكن مثلا مثال، لو جيت قلت لهم في البيئه الريفيه مثلا، تيجي تقول لهم انا مثلا مكتئب او عندي مشاكل نفسيه، وفي حاجه اسمها الجانب النفسي وده بيكون بسبب كذا وكذا وكذا، وفي دكاتره نفسيين، وفي حاجه اسمها كوتش، وفي حاجه اسمها منتور. المنتور ده بيوجهني، بيشوف لي الحاجه الافضل ليا ويوجهني، وفي الكوتش ده بيقعد معايا ويقعد يعالجني. كلمه مرض نفسي في المجتمع الريفي ديت كانك جبت مسدس وعايز تضربهم كلهم بالنار. فلو جيت لحد مثلا جاهل، وده مش عيب اصلا بالمناسبه، يعني مش عيب ان انا اقول لحد جاهل، لو جيت قلت لواحد كده مش هتقبل الحاجه ديت خالص. الخلاصه يعني لو انت انتبهك الشعور ده، هو الشعور فعلا
غالبا بيكون صح، ولكن هم برضو في حاجات كتير تحسب لهم الصراحة. في حاجات لو أدركتها هي كبيرة جدا، ولو افتقدتها هتفتقد جزء. يعني برضو خلينا مؤمنين إن الحياة مش بتدي لكل واحد كل اللي هو عايزه. كل واحد عنده نقطة نقص معينة. عمر ما كانت الحياة وردية بالنسبة لحد، مفيش حد بياخد ده كله في نفس الوقت. لا، انت لازم تفتقد حاجات منهم كتيرة، مع ان الشيء ده يعني ساذج جدا انك انت ربنا ينقصك في جانب ما ويديك كل الجوانب دي كلها وانت ما تكونش سعيد. للأسف احنا في فعلا حرفيا يعني في اوقات معينة كده اللي هو حاجة صغيرة كده لا تكاد لا تذكر تبقى قلب عليك الحياة. يعني مثلا كان في قصة بتاعت واحد كان بيتعذب، ربنا عشان يعذبه خلاله الدبانة دخلت في ودانه. لما دخلت في ودانه دخلت خلاص جوه الدماغ بقى. الدبانة ديت لو صحت او اتحركت في الدماغ كانوا لازم يتضرب بالشبشب عشان يفوق. تخيل دبانة قلبت حياته الجحيم. دبانة. وحرفيا انك انت لو بتذاكر ولقيت صوت عالي فانت ايه ده يا عم، ده انا ما اعرفش انا بيقرأ ايه الدوشه ديت، انا مش عارف اذاكر، انا مش عارف اعمل. مع ان ربنا انعم عليك باباجوره معينه، بمكتب ما اعرفش جدا جدا جنب محدش واخده في الحياه، اضاءه معينه، والده مثلا تجيب لك كوبايه الشاي وانت قاعد بتذاكر، كل ده في نفس الوقت وافتقدت بس حته انك انت الجو الهادي. هل انت بتكون سعيد وقتها؟ ما بتكونش سعيد خالص. من الحاجات الجميله الشيخ شعراوي كان بيقول لك احنا بنمتلك جوانب ناقصه ولكن بتكتمل برضانا. وديت حقيقي يعني مفيش حد بياخد كل حاجه، ولكن اللي بيخلي الواحد سعيد او بيخلي الواحد يتعايش مع الحياه ان هو يرضى عن الوضع اللي هو فيه، يرضى ويقول الحمد لله ان ربنا ادانا النعم كتير. في محاضره برشحها للناس اللي هي محاضره عبد الرحمن زكي الهاشمي اللي هي فتره المرض بتاعته، بيحكي على كميه نعم. كان تعبان لدرجه ان هو ما كانش قادر يمشي، كان لدرجه ان هو بيزحف. فعدلك كمية نعم في المحاضرة ديت رهيبة، فيا ريت تشوفوها عشان تدركوا قيمة النعم اللي الواحد فيها حرفيا. ولو جيت بصيت برضو للأمر من زاوية تانية، يعني لو ربنا مثلا ادى الواحد كل حاجة. في رواية اسمها مزرعة الحيوان، الفيلم بتاع الرواية بيدور حوالين ان الانسان لو بقى حر هل هيتحكم في نفسه ويؤدي ان هو يكون انسان عايش كويس في بيته، ولا هيكون انسان ضار وسام مع البيئة اللي هو فيها ويكون ضر لنفسه اكتر. يعني اصلا تخيل ان ربنا ادالك مفتاح قلبك وقال لك انت تحركه في اي وقت انت تكون عايزه، ولو عايز تموت نفسك موت نفسك عادي. وخلى حتة ان القلب يشتغل ديت ارادية، مش حاجة انت خلاص مولود بيها او مجبور عليها. فحرفيا يعني نسبة كبيرة جدا من الناس ممكن تموت نفسها حرفيا، لان الشيطان بيوزن الناس من ناحية، نفسك الاماره بالسوء بتوزرك من ناحية تانية. انت في اوقات معينة مودك ما بيكونش الطف حاجة طول ما انت في الدنيا. فاعرف انك انت بتمر بتقلبات مزاجية من فترة لفترة. مرة تحس انك انت موتيفيتد قوي ومتحفز قوي وعندك طاقة انك انت تكسر العالم وتملى الدنيا انتاجية، ووقت تلقى نفسك نزلت شوية بالليفل، مش قادر انك انت بتعمل الحاجة الطبيعية ولكن مش بتعملها بنفس الطاقة ونفس الحماس اللي انت بدأت بيه. وقت تاني بتحس انك انت لا، انت محتاج واحد يجي يزقك، واحد يجي يساعدك، زوجة تيجي تساعدك مثلا، تديك كلمتين تشجيع، فهوب الطاقة تطلع تاني وتطلع الليفل عالي قوي، وتلاقي نفسك اتحفزت انك انت تعمل حاجة. احنا بنمر بتقلبات. لو جيت انت في النقطة بقى اللي هي بتاعت انك انت مستني حد ان هو يزقك او يديك الطاقة، او انت مش قادر تشتغل او تعمل اللي عليك، وربنا ادالك انك انت تتحكم في قلبك وتموت نفسك بايدك وتسيبه يشتغل بايدك، انت حرفيا هتقول له بس اقف ما تشتغلش دلوقتي، انا عايز اموت وعايز انتحر. ده بسبب اللحظة اللي انت حسيت فيها بالغضب، او اللحظة اللي انت حسيت فيها انك انت مش عايز تشتغل او مش متحمس للحياة، مع ان ربنا انعم عليك باوقات كتير تانية كويسة. بس الانسان بينكر نعمة ربنا. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. اوقات كتير بتحصل ديت، ولكن الحل ان عمرها ما كانت انك انت تسيب الاهل او تبعد عن اهل او تسكن بره في المدينة. وده من وجهة نظري مش حاجة كويسة. هتفقد قصادها انك انت قاعد مع اهلك، قاعد مع اسرتك،
وحرفيا انت مهما لفيت ومهما عملت ومهما قابلت مشاكل في المدينة او في الحياة، الناس اللي هترجع لهم ويكونوا حابين انك انت ترجع لهم هم اهلك، هم اسرتك. هم مش عارفين او مش مدركين ان هم بيأذوك، ولكن لو رجعت لهم في اي وقت حرفيا هتلاقيهم فاتحين لك ايديهم ويقول لك تعالى. بعكس الحياة او الواقع اللي احنا فيه مش كويس خالص. مفيش حد بيكون خايف على حد، مفيش حد بيحب المصلحة لحد، مفيش حد بيبقى عايز واحد يكون احسن منه. فالاهل لا، هتفقد نعمة كبيرة جدا. الناس اللي حابين لك الخير وحابينك انك انت تكون احسن منهم، ممكن تحسب لهم الكثير من القيم والاخلاق اللي انت تربيت عليها. انك انت تربي ولدك ديت مش حاجة قليلة. فعمر ما كان في حد مدي لابنه 100% من الادب والتربيه والاخلاق. هو تعب في حاجات كتيره جدا وفعلا دي حاجه كويسه، وفي حاجات تانية هو ما كانش ممكن ما يكونش عنده خلفيه عنها او عنده مش قادر ان هو يطبقها عادي يعني. خلاص بص للجانب الحلو فخلصت الموضوع. عرفت انك انت هتفتقد الحاجه هنا وعرفت انك انت هتفتقد حاجات هنا، فانت خلاص تأقلم بقى يا صديقي وعيش حياتك وحاول انك انت تعود اولادك. وصدقني انت هتغلط برضه مع اولادك ومش هتعرف تربيهم التربيه البيرفكت اللي انت كنت شايفها وكنت انت عايزها. في حاجات كده احنا مش بنحس بيها غير لما نتحط في قلبها ونحس بالمعاناة بتاعتها، وده يخلينا ندي العذار للناس. بس كده، نشوفكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.